آغا. المشاهدين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة. اللط مستباح يوحي باللطيم. يا سلام، أهزجت فؤادي فانتكسا، حب للناس إذا ونسا والباغي قد راح الفرسا حتى استوهج فيه نفسا. لا نفسا. نعم. حفظك الله مولانا. اللطم هو عبادة، مأجور. عبادة ومأجور، وهذه جاءت في كتبنا. لا، لم يرد هذا إلا في الشيراز، في الشيرازي والكلينكس. الطم أنت محاسب، الطم فالناقص لا يرسب، الطم وتكلم وتحبحب، هذا ملطوم ذاك انكب. الله، هذا هو الدليل، دليل راسخ وثابت. نعم. حفظك الله مولانا. الطموا ماذا دهاكم، الطموا فالحب زائل، الطموا ماذا دها عسانا، الطموا يا أهل المحبة، الطمونا. نعم. لا أحلى مولانا. نعم. حقويك رغد ما شاء الله، هذا من كثر اللطم. حفظك الله. الله يحفظنا جميعا. الآن اللطم، ما فائدة اللطم؟ هل تعلم أنك حين تلطم تقتل 8 مليار و878 كرة حمراء أو بنفسجي ايش خضراء؟ ما هذا العدد؟ ما له 8 مليار و800,000 و888. أنا قلت هكذا. قلت الآن. أنت تكذب، كذاب لعفك. أنت تكذب الآن. اسمع لا تكذب، لا تكذب علي، لا تكذب. اسمع، أنا لم أقول هذا. أعيد اللقطة. أعيد اللقطة. هو مباشر، بنقول لك هذا مباشر، لا يعاد هذا. أعيد اللقطة. لا يعاد لأنه مباشر. 8 مليار و880,000. أنا قلت هكذا. نعم. تكذب ويكذب كاذب، هذا الكذيب المكذبة. أعيد اللقطة. مباشر، ما ينفع نعيد إلا إذا هو مصمم. عيد اللقطة. نعيد اللقطة. نشوف اللقطة. هل أنا قلت هذا العدد؟ هل تعلم أنك حين تلطم تقتل 8 مليار و878 كرة حمراء؟ شوف فوتوشوب. الآن فوتوشوب. 8 مليار فوتوشوب. أعد لنا كم تقتل هذا؟ هل تعلم يعني ننسى الموضوع الآن كأن احنا من البداية. هل تعلم أنك حين تلطم تقتل 8 مليار و878 كرة حمراء صفراء خضراء نفس الأول بنفسجي نفس ماذا تقول؟ 8 مليار و888. من قال هذا؟ أنت قلت الآن. كذاب لعفك، أنت تتقن الكذب والتكذيب، أنت وليس أنت ناصبي. ايش قلت؟ أنا كذاب. أنت كذاب. نعم. كرة حمراء، وهي تقتل هذه الكرة الحمراء لأنها جرثومة، والبعض يقول أنها بيضاء، وهذا غلط. العلم غير ما هو عندنا. البعض يقول أنها كرة بيضاء التي تموت، ولكنها ليست بيضاء بل حمراء. العلم خطأ، ونحن آل البيت عندنا العلم الصواب. العلم يجب أن نأخذ جميعا بالعلم. العلم أساس الدرس، والدرس أساس الكرس، والفرس هم أصل الدرس إذا سع يا ماسع يخفاسع. أحسن. أدلتك دامغة جدا مولانا. نعم. حفظك الله. ما أنواع اللطم؟ اللطم الشقري. الشقري ما صفته؟ أي يأتي من هذه الزاوية، زاوية 35، تلطم وأنت مستخفج. وأنت مستخفج. شنو مستخفج؟ أي مرتاح. نعم. بزاوية 35%. وأنت مرتاح. أيوة. وهناك اللطم المتتابع، هذا ذي عدو مبتدئ، هذا الذي يريد أن يدخل الجنة بحين.
هناك آخر. وهناك اللطم الذي قد احنا تعب ما عاد نشتي نلضم ولا عاد احنا في هذا الوادي قد احنا دارين بكل شيء، وهو اللطم. لدينا اتصال، تفضل. السلام عليكم يا مدير. السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟ معك ابو العزم اليمن. تفضل سؤالك. انا سلمت عليك انت بس، لان اللي جنبك هذا ما يستاهل حتى اسلم عليه. بس اشياء اعرفه شيء، يعني احنا في اليمن لا مدارس ولا علم، التعليم متوقف، كل شيء متوقف. طب ساكت أقول، طب ساكت. لو اني مكانك اني لاقوم اشبع أصلا أنت المفروض أنك تذهب إلى الجبهة تقاتل مع سيدك عبد الملك. تتكلم عن العلم، أي علم هذا الذي تتكلم عنه؟ هذا العلم الفاشل. تذهب إلى الجبهة وقاتل مع سيدك. العلم نحن آل البيت. تفضل يا أخي. السؤال الأبرز، هل هناك مثلا نعم. تنوع، إيقاعات، أشياء جميلة دخلت في علم اللطم، في عبادة اللطم، حتى يعني يصبح الناس يستمتع بهذه العبادة الجميلة؟ وهي هناك إيقاعات لللطم، إيقاعات عدة. فهناك الإيقاع البطيء الذي هو يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا، هذا يسمى الإيقاع البطيء. ما الدليل البطيء الذي ذكرته؟ لطمك يجيب الراس، مالي بحب واحساس، غير انت تيجي الراس وهذا مكانك. حطمك يجيب الراس، هذا هي اللطم البطيء. نعم. وهناك لطم أسرع كما ذكرنا. الطم ويا الله، خلي اعتمادك على الله. الطم ويا الله، الطم ويا الله، وهذا أسرع ببسيط. وهناك أسرع. أيوة. الطمي هنا، الطمي هنا، الطمي الطمي الطمي، جعجعين أنا جعجعين أنا جعجعين، والطمي والطمي. هذا على بالذات على النساء. النساء يلطم. نعم بشكل سريع يلطم طبعا. هنا هذه الفائدة. وننتقل إلى الفائدة الرابعة والثالثة. قلت الثالثة أنا. لا لم تتكلم. كذاب، تكذب، عيد اللقطة. أنا قلت خلاص. الفائدة السابعة وهي والخامسة والسادسة. ألا لعنة الله على الكاذبين، أنا تكلمت فيها. ما تكلمت أنت عندك في الأولى. أنا قلت 8 فوائد. عيد اللقطة، عيد اللقطة. أنت تتقن فن الكذب والتكذيب. لا حول ولا قوة إلا بالله. الثامنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. عندما أنا أقوم بإلقاء الفوائد وهذا سارح في علم الله، لا يجوز. أنها تخرج الوحدات السلبية من جسم الإنسان. الوحدات السلبية. شنو وحدتان؟ أي الوحدات اتصال. وحدات ايش؟ الوحدات الطاقة السلبية. نعم الطاقة. أنا قلت الطاقة. لا أنت قلت وحدات. كذاب، تكذب. والله ما خلاص كذاب. أنا كذاب. عيد اللقطة. لا خلاص. كذاب. أسلم. حول ولا قوة إلا بالله. فهناك النفس كما ذكرنا أنها 7 فوائد، وهذه 11. مولانا الآن نعم. عندما نتحدث عن اللطم، هل هنالك شروط يقوم بها اللاطم نعم. حتى يكون لطمه مقبول عند الله؟ شروط اللطم أن لا يكون مكره، أن يكون اختياري غير مكره. يعني هناك في إكراه. نعم ضروري الإكراه. إجباري ضروري. أتباعكم هذا تجبرون؟ لازم أنه تجبره جبرا هفراء إجبيرا سيلف نافا أكميني هي سور فناني هي الطم وتمسك قبل ما تلطم. الله جاء في الكلينكس هذا. حفظك الله، حفظك الله وقطعك. نعم. هل يجوز إجبار الناس على هذا اللطم؟ لا يجوز إجبار الناس، يكون باختيار الشخص. اختيار نعم، ولا في بعض الأوقات نجبرهم. الحائض هل تلطم؟ لا إلا إذا تضرر الجنين. إذا هو سيتضرر الحائض. نعم ليس الحامل. نعم هو نفسه جاء في كتبنا في الكلينيك. مولانا أنت تخلط الأمور.
والله ما خلط ابن خلاط إلا أنت. احترم نفسك واعرف من تكلم. الحائض غير الحامل. الحاصل غير الحاصل، ما معك إلا الحاصل. إجابتي هذه لا تناقش. خاطئة. والله لا خلف أبوك إلا بالتلفون. صحيح جدا. نعم. غير المسلمين هل يلطمون؟ نعم، لأن الحسين ليس مقرر على المسلمين فقط، فحب الحسين كما ذكر في كتبنا أنه النصارى واليهود يحبون الحسين، جاء في كتبنا، فهم يلطمون للحسين. الأوقات الأجمل وذروة الأوقات التي محددة، هناك أوقات محددة لللطم مستحبة فيها، وهي كل الأوقات. في أي وقت ألطم. في أي وقت ألطم. أنت تسهل على الناس. هذا دين. هذا لعب والله، هذا لعب. نعم. وهناك لطم الكسرة الفخذ. كيف طريقته؟ لطم الفخذ أن تلطم هكذا. حفظك الله. نعم. هل أنا أقوم باللطم؟ حاول تلطم على أساس تكون اللطمة ويستحق أن تكون اللطمة بدون رائحة. حفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله. في أمان الله.